الفيديو ده بتاريخ 12 أغسطس 12/8 14 محرم. الفيديو ده معجزة في عالم تربية الحمام وعالم تربية الطيور، اكتشاف جديد هننقله لكم دلوقتي حالا عشان الناس اللي بتعاني من مرض الجدري. انسى مرض الجدري، انسى يا شباب مرض الجدري. يلا يا شباب عشان ما نطولش عليكم ونشرح لكم مع بعض عملي ونخش في فيديو طوالي، يا ريت يا شباب تدعمونا باللايك عشان الدل على خير كفاعله، نوصل الفيديو ده للناس. الناس بقالها سنين بتعاني من مرض الجدري، فاحنا ان شاء الله تعالى اول قناه دكتور حمام مصري تقول العلاج دون. انا قاصد ان انا اصور لكم التاريخ عشان مفيش قنوات تانية تطلع تقول هي اكتشفت اللي طبعا المعجزه ديت، هو فعلا معجزه في علاج مرض الجدري. يلا يا جماعه الخير ندخل في فيديو طوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة فيديو انا متشوق ليه اكتر من اي حد بيشاهد الفيديو، لان الفيديو يا جماعة الخير فيديو معجزة. جايب لكم الشجرة ديت معجزة في مرض الجدري، في علاج مرض الجدري. هتعالج مرض الجدري بثلاث ايام ان شاء الله تعالى. النهاردة يا شباب 12/8 12 اغسطس، عشان ان احنا اول ناس نزلنا الفيديو دون. عشان الفيديو دون اوعدكم ان كل القنوات اليوتيوب اللي بتربي حمام هتتكلم على الشجره ديت بعد كده، وكل مربيين الحمام هيستخدموا من الشجره ديت، مش هتفارق الغيه بعد كده، لان الشجره ديت بتقضي على مرض الجدري تماما تماما تماما. ما بتخليش حاجه اسمها مرض جدري. مرض الجدري يا شباب موجود بقاله عشرات السنين، ولكن الطب والاطباء البيطريين ومعظم الناس عجزهم عن علاج مرض الجدري. فبفضل الله وفضل التجارب اللي احنا بنعملها وفضل ان احنا بنبحث وان احنا بنروح اماكن عشان ندور لكم على العلاجات، اكتشفنا اكتشاف جديد. فيديو معجزة بمعنى الكلمة زي ما قلت لكم يا شباب. النهاردة 12/8، عشان اللي هينزل فيديو بعد 12/8 هيتكلم عن العلاج دوت. تعرفوا ان القناة دي هي اول قناة طلعت علاج الجدري، علاج جذري. الشجرة ديت موجودة في كل مكان، تلاقيها على الريش، هتلاقيها على الترع، هتلاقيها في المصارف، في اي مكان في زراعة وفي ريف هتلاقي الشجرة ديت. مش يعني مش ملهاش نفع الا طبعا الشجرة دي لا باكلها لا مواشي ولا اغنام ولا ابقار ولا الاشياء دي كلها، هي ملهاش نفع. ولكن سبحان الله مفيش ربنا ما بيخلقش حاجة عبث، وما من داء الا له دواء. الشجرة ده يا شباب علاج جذري لمرض الجدري. رحنا يا شباب مكان تاني عشان نصور لكم الفيديو ده مخصوص. احنا في مكان عند اخويا وصديقي حامد محمد، هيقول لكم دلوقتي وهيشرح لكم هو بيعالج مرض الجدري ازاي، وهيجيب لكم فرد حمام هيعالج عليه مرض الجدري عشان الناس كلها تنسى المرض دي نهائي، ويبقى عرفنا علاج مرض الجدري. وربنا سبحانه وتعالى يجعل فيديوهاتنا في ميزان حسناتنا، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يا شباب تدعمونا باللايك الجميل عشان نوصل الفيديو ده للناس. الدل على الخير كفاعله. لما هتعمل لايك الفيديو هيوصل للناس والناس هينتهى عندها مرض الجدري. الشجره ده يا شباب اسمها غريب شويه، اسمها غريب شويه، وممكن ناس تستغرب من الاسم، ولكن هي ديت اسمها لان الشجره ديت ملهاش نفع، لا بياكلها طيور ولا ولا حيوانات ولا اي شيء الا طبعا علاج الجدري. احنا اكتشفناها لعلاج الجدري. اخويا حامد جربها 3 ايام، فبفضل الله تعالى جابت معاه نتيجه. هو شباب بيشرح هو عن مرض الجدري، اللي طبعا السائل اللي طالع من الشجره ديت بيستخدمه ان هو بيحطه على حبايه الجدري الموجوده في الطيور او في الحمام. وممكن تستخدمها برضو لو عندك دواجن مصابه بالجدري، بتستخدمها برضو ستات البيوت اللي بيربوا فوق اسطح المنازل. طبعا هي برضو ذات نفع كبير طبعا زي ما قلت لكم لعلاج الجدري. يلا يا شباب نعالج فرد حمام. اخونا حامد اهو يا شباب هيكمل الفيديو بدالي ويجي بقى يشرح لكم على فرد حمام مصاب بمرض الجدري عشان الناس كلها تعرف تعالج مرض الجدري بشكل سليم. حامد اهلا بك يا استاذ حامد. الله يخليك، ازيك يا استاذ محمد؟ الله يكرمك يا رب. طبعا احنا عايزين من حضرتك تقول لنا انت عالجت مرض الجدري دي ازاي، وتورينا الطريقة، وتورينا فرد حمام برضو عشان الناس تشوف احنا بنعمل ايه بالظبط، عشان برضو الناس تستفيد اكتر يعني.
العود ده يا استاذ حامد الاول قول لنا هو ايه اصلا بالظبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العود اللي شايفينه ده يا شباب مفيش اي حاجه في الدنيا بتاكله. تمام. العود ده زي ما انتم شايفين كده، لما تكسر عود كده حنظل. تمام. مر. مر. السيل اللي انت شايفه ده الابيض ده اللي بنشتغلوا بيه. تمام. العود ده المخزن مفيش اي مواشي، مفيش اي اغنام، مفيش اي حيوان بيقدر يحطه في حنكه، ولو تمام. حطه في حنكه بيرجعه في الحال. تمام. الحمام اللي انتوا شايفينه ده عالجت بيه. عندي جوز حمام هنا اهوت، لو تحبوا تشوفوه. نشوف برضه يا ابو احمد ان برضه عملي كده عشان ان احنا نوري الناس ونعالج فرد حمام يا ابو احمد، ونقول للناس هنعالج مرض الجدري مع بعض ازاي. زي ما انتوا شايفين هنا الحمام هنا معالجين بيه. تمام. هو ان شاء الله بدأ يشفى يعني ان شاء الله. مظبوط. هنا برضك اهو. تمام. نفس المواد. تمام. فانا ما رضيتش عالجت الجوز ده بيه. تمام. وما رضيتش نعالج ده بيه. تمام. عشان نوريكم عمله معانا. تمام ان شاء الله تعالى. بالظبط بيقعد اسبوع وتلاقي جوز الحمام معاك. ما شوف وش جوز الحمام هنا. ما شاء الله. برضك معالج بيه. ما شاء الله. كان تعبان عنده الجدري يا ابو احمد. عنده جدري، ما بيخلوش ياكل كمان الجدري. تمام. ونظام بيجيب له نظام زي جوز الحمام بيتكسح كده منه من كتر بهدلته. تمام. تمام. خلي وبص ان هو بيمسك في المفاصل. تمام يا شباب. استاذ حامد ان شاء الله تعالى هيعالج معانا فرد حمام طبعا مصاب بالجدري. تمام. طيب برضه قول لنا يا ابو احمد ايه الفكره، يعني ايه الفكره يعني ده بيطلع فيه سائل. انا ملاحظ ان بيطلع سائل ابيض يا شباب اهوت. لما تكسر العود تكسر الورقه اللي انتوا شايفينها ديت من العود نفسه. تمام. بتنص كل من هو في العود بيجيب السائل الابيض ده. تمام. السائل ده بنحطوه. شايفين الجدري عاملين في الحمام ازاي؟ ورا برضه مشاهدينا ابو احمد. شوف الحمام معموله ازاي. شوف الجدري عامل فيها ايه. ده الجدري يا شباب اهوت. ده مرض الجدري يا جماعه الخير. نقرب لكم برضه عشان الزغلوله ديت لو ما اتعالجتش مسافه يومين ثلاثه هتروح. تمام. ومش هي بس. تمام. كل الحمام اللي شايفينه ده تعبان. تمام يا جماعه الخير. هو طبعا حب يوريكم طريقه العلاج. هو معالجش الفرد دي عشان يوريكم طريقه العلاج. انا قايل له من يومين ثلاثه ان انت عايزين نعمل فيديو معاك على كيفيه العلاج الجذري، لان حضراتكم عارفين ان المرض ده منتشر بكثافه خصوصا في الايام ديت. وهنوريكم اللي انا معالجه بردك اهو. قبل ما نعالجه ده كمان هنوريكم اللي انا معالجه. ده الزغلول بتاعي عمر شهر وعمر 35 يوم. ده زغلول. بس كده يا دكتور محمد. اتفضل. طبعا يا جماعه الخير الجدر ده بيطلع في اي مكان رخو، اي مكان يعني ما فيهوش ريش بيطلع. طبعا بيبقى غالبا طبعا عند في الوش وفي الجناحه وعند فتحه المخرج. يعني ده المرض ده بيطلع في الاماكن ده يا جماعه الخير. بيطلع في الاماكن ديت عند فتحه المخرج. كل ده هو ده معالج الفرد دي، وحب يوريه لكم برضه طبعا الطريقه اللي هيعالجك بيها دلوقتي عشان برضه الناس يا شباب تعرف احنا بنعالج الحمام ازاي وبنعالج الطير الجميل ده ازاي. ده بيجيب لكم برضه فرد تاني يا جماعه الخير اهوت. دولت اخواتي يا ابو احمد. الحمام ده اخوات. ايوه. تمام. الاب مالتي والام قطاوي. تمام. ده كده صح تمام. مفيش غير حته اهي. ماشي. هنا اهو. ماشي. ابصوا. ماشي. المرض منتشر يا جماعه الخير في كل غيه وفي كل مكان. يعني حاجه صعبه جدا يصيب كل المربيين. بص يا استاذ محمد شوف عامل فيه كويس ازاي. يا جماعه الخير بصوا يا شباب احنا بنتكلم يعني علني. احنا بنوريكم الحمام المصاب بالجدري يعني عشان احنا مش بندار عنكم حاجه. بص هو ده يعني شغلنا في تربيه الحمام. فان شاء الله تعالى نقدر مع بعض نعالج المرض دوت ويبقى اكتشاف جديد بفضل الله وبامر الله عشان الناس كلها تعرف تربي حمام بطريقه سليمه. ده الحمام اللي انا معالجه. تمام. كله تمام. فعالج لنا فرد حمام يا ابو احمد عشان برضو ما نطولش على الساده المشاهدين. نعالج فرد حمام مع بعض يا جماعه الخير عشان برضو ان احنا ما نطولش عليكم عشان لو مات ما يبقاش خساره جامده عليا. تمام. سبت لنا يا ابو احمد. سبت لكم الفرد الفلاح عشان لما يروح ما يزعلش عليه. تمام. هو ساب يا شباب. هو عالج الحمام الغالي عنده
وساب طبعا الفرد ده عشان نعمله عليه الايه الفيديو، عشان هو لما بيظهر عنده المرض دوت بيعالجه اول باول. ولكن لو عايز نصور معاك فيديو ان شاء الله تعالى الراجل هيعالج. هو طبعا يا شباب هو اول ما بيقطع برضو بيطلع سايل من طبعا ده اسمها ايه يا ابو احمد؟ ده المفروض اسمه سير خيبة، بيطلب على شط الترعة، على شط المنظر، على شط البحر، زي ما انت ماشي بتلاقيه. هو اسمه كده يا جماعه الخير، اسمه ورق خيبه، اسمه عود الخيبه اهو يا شباب، اهو يا شباب هو اسمه كده يا شباب، هو اسمه كل كده. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش حاجه عبث، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش حاجه وخلاص، لكل داء دواء وياما العلم هيكتشف. احنا النهارده بنعمل لكم فيديو زي ما قلت لكم النهارده يا جماعه الخير 11/8 ان شاء الله تعالى هيبقى الفيديو ده اكتشاف جديد بفضل الله وامر الله. هنعالج فرد الجدري مع بعض اهو يا جماعه الخير. معلش كنا طولنا عليكم، ولكن الفيديو كان محتاج ان احنا نقدم لكم او ان احنا نقول كل المقدمات دي. اهو يا شباب هو بيطلع طبعا فيه سايل، هو يا شباب بيقطع اهوت العود اهو يا شباب، اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه الخير. وبيحط طبعا بيعالج، ما بيشيلش الحبايه ولا بيعمل حاجه خالص، هو بيعالج على الفرد مباشر اهو يا شباب. بيقطع عود زي كده، وهو العود ده بيطلع سائل يا شباب اهو يا شباب. السائل الابيض اللي انتم شايفينه ده قدام حضراتكم، في سائل يا شباب هو سائل ابيض، هو بيحاول نوريه لكم برضه. وبيحطه طبعا على حبايه الجدري، بيكرر الموضوع ده لمده 3 ايام، وبعد 3 ايام ان شاء الله تعالى المرض ده يكون اتعالج تماما تماما، ما يكونش فيه اي طبعا اي اصابات. طبعا الصيجر ده او العودان ده يا شباب احنا كنا بنمسكوه، لما نشوفوه بنمسكوه نقطعوه ونرموه ونبقوا متضايقين منه جدا جدا ونولعوا فيه. تمام. ولكن هو بفضل الله اصبح علاج، وهيبقى ليه عوزه ان شاء الله تعالى بفضل الله تعالى. تبقى انت قدمت يا ابو احمد حاجه لكل مربين الحمام، سيجازيك الله خيرا عليها. وان شاء الله الناس تدعي لك لو الموضوع ده جاب معاهم نتيجه، ان شاء الله تعالى هيجيب معاهم نتيجه. وتمام الحمد لله تعالى. هو يا شباب طبعا هو الموضوع ده جاب معاه نتيجه بفضل الله. واحنا بنقول لكم خبره ابو احمد في تربيه الطيور وعلاج مرض الجدري. لو يا شباب الموضوع ده نجح، فطبعا ما تنسوناش باللايك الجميل. بنقدم لكم، بنسافر اماكن عشان ان احنا نجيب لكم علاجات، وان شاء الله تعالى هنقدم لكم كل ما هو جديد. فطبعا ابو احمد عايز يشكركم، وانا بشكركم يا شباب، واسفين للاطاله، ولكن الفيديو كان محتاج ان احنا نطول عليكم شويه. اللي وصل في الفيديو معانا لحد دلوقتي شباب اكتب لنا في الكومنتات ان هو بطل، ويا رب اللي هينجح معاه الفكره وهينجح معاه الموضوع. طبعا ما ننسناش بكلمه الشكر لابو احمد عشان هو صاحب الفكره، ان شاء الله تعالى تكون فكره مثمره. هو يا شباب هيشكركم. اتفضل يا ابو احمد. يا شباب نصيحة لله ما تكسلوش، الله عليك. نصيحة لله ما تكسلوش، ومش هيخسركم أي حاجة، وده جاي ببلاش. تمام. وجرب. تمام. وبالظبط 3 أيام وهتلاقي التليفون الدكتور محمد رن عليه ان شاء الله تعالى. واشكروه، لأن هو أنا ما كنتش ناوي نطلع نقول بصراحة الكلام ده، بس لما هو قلت له على الفكرة حبيبي يا أحمد. قال لي يعني اتكلوا على الله ونعملهم إن شاء الله. حبيبي حبيبي يا أحمد. يا جماعة الخير أنا بشكركم، وإن شاء الله تعالى أوعدكم فيديوهات قوية جدا جدا في المرحلة المقبلة، ويا رب الفكرة تكون عجبتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.